بص بقى، انا جاي لك النهارده عشان تشوف لي حل في الواد ده الشهر اللي فات كان تعبان، سخونه وكحه والحاجات اللي انت عارفها دي، وعطينا له المضاد وخف. ومن اسبوع راح جاله نفس الدور. تمام، رحنا برضو نزلنا غيرنا بس المضاد بتاع المره اللي فاتت وراح خف. النهارده تعب تاني. تمام، فانا جاي لك بقى عشان تقول لي ايه المضاد اللي من الاخر بقى عشان الواد يخف. تمام، هو ايه اللي خلاكي تديله مضاد المره اللي فاتت والمره اللي قبلها؟ امال هو هيخف ازاي يعني؟ ما هو لازم، ما الواد كان سخن، ده كان درجه حرارته 40. تمام، هتنزل السخونه من غير مضاد حيوي؟ اه، تنزل السخونه من غير مضاد حيوي ازاي يا دكتور؟ تمام، انا دلوقتي اللي عند ابني ده فيروس مش بكتيريا. فانا لما بديله مضاد، انا كده مش بعالج الفيروس، المضاد معمول للبكتيريا. لما انا بدي مضاد لفيروس، انا كده مش بعالج لا، انت بتكذب يا خلف. المضاد لما اعطيته للواد، الولد خف. فما ينفعش ان انت تقول لي ان الواد عنده فيروس مش بكتيريا. لا يا ست الكل، عنده فيروس مش بكتيريا بس برضه خف بسبب المضاد. طب ما هو بيخف اهو بسبب المضاد، طب ما انا اديله مضاد. طب انا اقول لك هو خف ازاي بسبب المضاد؟ انا ابني دلوقتي اللي الحرب شغاله في جسمه ما بين مناعته، ما بين الميكروب، والحرب دي هي اللي مخليه الدنيا سخنه. هي دي اللي انت قتلتيها بالمضاد، انت كانك رميتي قنبله في جسمه. طب انا يعني انا امثلها لك بمثال بسيط. ابنك او انت عندك في بيتك دبانه. انا الدبانه دي اضربها بمضرب عشان تموت، ولا اجيب قنبله وارميها في البيت عشان تموت؟ هي كده كده هتموت وكده هتموت. بس بالمضرب يعني ممكن اول ضربه ما تجيش، تاني ضربه ما تجيش، تالت ضربه، يعني هترهقي نفسك شويه بس انت هتموتي الدبانه بس. لكن انا لما ارمي قنبله في البيت، انا كده بهد الحيطان وبهد كل الحاجات اللي في البيت هتتهد والدبانه هتموت برضو. تمام، بس انا كده مش بعالج الدبانه، انا كده خربت المناعه، انا كده خربت الجسم. فبالتالي انت بتعملي ايه بالمضاد؟ انت بترمي لي قنبله في جسمه، بتهدي الحرب اللي موجوده ما بين مناعته والميكروب. الحرب دي هي اللي مخليه الولد سخن. بمجرد مناعته ما تنتصر على الميكروب، خلاص الحرب هتهدى والسخونه هتروح والمناعه هتنتعش ومش هيتعب كتير. لكن انت دلوقتي لما تيجي ترمي قنبله اللي هي المضاد الحيوي في جسمه، هيخف. انا مش هقول لك مش هيخف، لكن هيجي الاسبوع اللي وراه تعبان وسخن وبيكح، لان مناعته مش قادره تقاوم الميكروب اللي كل شويه والتانيه يجي ينتصر عليها، وانت بترمي نفس القنبله كل مره. يعني اعتقد الموضوع ممكن اكون بسطته، ويا ريت الناس تفهم ان الواد هيخف على المضاد، بس ده مش معناه ان هو محتاج مضاد. ده غير ان هو ممكن كمان ان انت القنبله اللي انت رميها او المضاد اللي انت رمياه ده يسوق الموضوع اكتر، مش مجرد ان هو يخف. لا، ده انا لو فيروس شديد شويه وانا جيت ضربت المناعه وضربت الفيروس، ممكن الفيروس يقاوم القنبله اللي انت عاملاها دي وتنتشر في الجسم اكتر، وتبدا توصل للمخ وتعمل مشاكل زي الهربس والحاجات دي. فما تتكوش قوي في موضوع ان انت بتكذب يا خلف، وانت عمال تقول كلام مثالي وان المضاد مش بيخفف، وما العيال ما هتخف ازاي من غير مضاد وبيتخف بالمضاد. ايوه، بس بعد السيناريو اللي انا حكيته لك ده، يعني تخيلي كده انت بتعملي ايه في جسم طفلك وهتلاقيه. طب انا بامانه كده ابص في عينك يا شيخ، انت لو متعوده تدي مضاد لابنك كتير كل ما يسخن، ابنك مش بيتعب كتير. انت مش كل شويه والتانيه من كتر ما انت بتروحي للدكاتره، تمام، بقيتي خلاص ما بتروحيش وبتنزلي تجيبي المضاد من نفسك. لكن انت لو الفيروس او الميكروب اللي موجود ده ما خدناش مضاد مره واثنين وثلاثه، انا عايز يعني في ناس عندي في العياده يعني عمرها 5 سنين وست سنين وما خدوش مضاد خالص. انتوا متخيلين؟ وما بشوفهمش، يعني انا اشوفهم في مره في السنه، ما بشوفهمش خالص. الام بتبقى ناصحه وبتبقى بتعرف تتعامل ازاي مع ابنها لما يسخن، بتدي خوافض وعارفه ان هو يومين ثلاثه والامور هتتحسن، وعارفه امتى تجيبه للدكتور وامتى ما تجيبوش. بفرح بالامهات الناصحه اللي ما بتضعفش مناعه عيالها. فحاجه بسيطه كده ركزوا فيها، عشان العيال دول والله مش مستاهلين كل اللي احنا بنعمله معاهم
ده. عيالكم امان.